فقد شرعت القنصلية العامة لجمهورية العراق في ديترويت وبإشراف ومتابعة حثيثة من قبل سعادة القنصل العام عدنان عزارة المعجون ببرنامج إيفاد الموظفين إلى مدينتي ستيرلينغ هايتس ليكون مقر الوفد القنصلي في كنيسة مار يوسف، والآخر في مدينة ديربورن وديترويت ليكون مقر الوفد القنصلي أيضا في مركز كربلاء الإسلامي، فضلا عن مقر البعثة الرئيسي والذي يستقبل المراجعين من أبناء الجالية بشكل يومي واعتيادي خلال ساعات الدوام الرسمي. وخلال هذه الفترة أصدرت القنصلية العامة الآلاف من الوكالات وشهادات الحياة، فضلا عن إنجازها للعديد من المعاملات والطلبات القنصلية للمواطنين من أبناء الجالية ومنها جوازات السفر. حياك الله أستاذ جليل، وحيا الله متابعيك الكرام. حقيقة للأسبوع الثالث على التوالي القنصلية تقوم بإرسال فرق قنصلية إلى مناطق تواجد الجالية، وهذا الأسبوع الثالث باشر فريق القنصلية عمله اليوم بكنيسة مار يوسف لاستقبال المراجعين في المنطقة اللي يتواجد بها أبناء الجالية وبكنيسة مار يوسف، باعتبار أنه أكثر أبناء الجالية قريبين لهذه الكنيسة. والأسبوع اللي فات كان هناك أيضا فريق قنصلي في مركز كربلاء الإسلامي، والغاية حقيقة من إرسال هذه الفرق للتخفيف عن أبناء الجالية لتحمل مشقة السفر والانتقال، كونهم أغلبيتهم من كبار السن. وأيضا دائما أنا أكررها أنه الظروف الجوية، ولو كانت هاي السنة الظروف الجوية أفضل من كل سنة، كان كل سنة مثل فترة كان ثلوج وبرد، ولهسه أهون، فنخفف من معاناتهم. وأيضا التخفيف عن تواجد أبناء الجالية في مبنى واحد، هذا أيضا يخلق لنا مشاكل مع السلطات المحلية، ويخلق مشاكل لأبناء الجالية عدم وجود بارك، وأيضا يصير لود القاعة من تتحمل هذا العدد، فبها نقاط إيجابية: التخفيف عن أبناء الجالية، وبنفس الوقت التخفيف عن كادر القنصلية ومبنى القنصلية. فإن شاء الله ستعلن القنصلية خلال الأيام القادمة عن إرسال 3 فرق قنصلية إلى عدة ولايات، تحديدا ولاية شيكاغو وولاية نبراسكا ومينيسوتا. سيتم تحديد جدول نحدد بأماكن وموعد هذه الفرق. أما أبناء الجالية في الولايات الأخرى، طبعا احنا هذه الأمور إرسال فرق قنصلية يتطلب موافقة الجانب العراقي والجانب الأمريكي، لأن هذا وفد قنصلي اللي إذا كانت هناك أبناء جالية في ولايات أخرى وأعدادهم تزداد أكثر من 100 شخص عندهم معاملة، إذا رسلونا هاي الطلبات إحصائية مع نوع المعاملة اللي يردوها، أنا أقدر أستحصل موافقات مركز الوزارة، وأقدر أستحصل موافقات الجانب الأمريكي لإرسال فريق قنصلي لإنجاز تلك المعاملات بأي ولاية خارج الولايات الثلاثة اللي ذكرتهم، بس على شرط أن يكون العدد، يعني ما تقدر ترسل لك فريق قنصلي، لأن الفريق القنصلي يتألف من عدد من الموظفين، ما يمكن إرسال موظف واحد. كل موظف مختلف، يراد لك دبلوماسي، يراد لك محاسب، يراد لك إداري، يراد لك مبرمج للطباعة. فذول الفريق ما يمكن ترسل لك أعلى من 7 معاملات من المعاملات، يعني على أساس بغداد ما توافق لك، لأن هذه نفقات، إيجارات قاعات وتذاكر سفر ونفقات أخرى. إذا كانت أبناء الجالية في أي ولاية، على شرط أن تكون ضمن 14 ولاية اللي ساحة عملنا، ساعة عملت قنصلية جمهورية العراق بديترويت، اكو ولايات اختصاص المكاني لوس انجلوس او لواشنطن، فمو من ضمن ساحة اختصاصنا المكاني. لا، انا اذا تقدم هيك طلبات انا اقدر خلال ظرف شهر زمان اقدر اجيب موافقة وارسل فريق قنصلي لانجاز هذه المعاملة. واحنا بدورنا حقيقة نقدم الشكر والتقدير لشخصك ولعدد من الابناء الجالية اللي هم مهتمين بهذا الجانب، حقيقة دائما يستمرون بتغطية نشاطات البحث وبتغطية نشاطات ابناء الجالية، فشكرنا وتقديرنا لجهودكم. القنصلية اللي مريحينا ونشكر جهودهم وشكرا لهم. القنصلية العراقية أحسن خطوة قاعد تخطيها كل سنة بأن تفتح مراكز غير مركز القنصلية، تسهل على الناس قريبا من ستيرلينغ هايتس، من تروح لتروي أيضا. فالقنصلية مبدعة بهذا الجانب، جميلة، يعني قاعد يقدمون خدمات لكل شيء، وهم أصدقاء للكل، وهذا بيت للكل، بيت العراقيين. نعم. التنظيم والمساعدات اللي قدموها حتى بداخل القنصلية، حتى بكثافة الازدحام اللي كان أيام زمان، كل شيء منظم، كل شيء بالشكل المطلوب. وهاي الخطوة بالذات يعني عظيمة جدا بالنسبة للجالية. شهادة الحياة، شهادة جنسية وجواز، وماذا يخسرون ويانا. أولا أحب أشكر كادركم
الكريم على وجودهم هنا وتغطيتهم للحدث هنا. احنا حاليا في كنيسة مار يوسف نقدم الخدمات القنصلية المحدودة خلينا نسميها يعني فقط لشهادات الحياة التقاعدية والوكالات وإلغاء الوكالات أيضا إن وجدت. وصار لنا فترة احنا هذا الأسبوع الثاني إن هنا احنا في بداية كل سنة نقسم العمل، يكون الأسبوع الأول في كنيسة مار يوسف هنا، والأسبوع الثاني في ديربورن، والأسبوع الثالث نرجع هنا في الكنيسة، والأسبوع الرابع والأخير يكون في ديربورن حتى نكون قريبين على المراكز الجالية، كثافة الجالية. كيف كان إقبال الجالية عليكم؟ في الأسبوع الأول كان يعني إقبال كبير جدا. يعني أول يوم معاملات إحنا حوالي أكثر من 300 مراجع إجانا في اليوم الأول، واليوم الثاني أيضا حوالي 200 مراجع. يعني إحنا لحد الآن من بداية السنة هذه إلى يومنا هذا عبرنا 2600 معاملة شهادة حياة. يكملون المعاملة وهم الممنونين لكل المواطنين، مو بس. والله كل الزين، واحد يحكي الواقع. نعم. أنا من الجالية العراقية الموجودة هنا، وأشكر السفارة لأن تجي لهنا وتساعدنا حتى ما نروح مسافات طويلة، ومشكورين يقدمون خدمات كل الزينة لنا، والحمد لله والشكر. كما في كل عام ومنذ بداية شهر كانون الثاني، وبرعاية وزارة خارجية جمهورية العراق وبإشراف مباشر من قبل رؤساء البعثات السياسية والقنصلية في الخارج، ولغرض تقديم أفضل الخدمات القنصلية وإنجاز وإصدار الوكالات وشهادات الحياة الاعتيادية والتقاعدية لأبناء الجاليات العراقية في الخارج، ومن أجل اختصار المسافات للمقيمين في مدن ومناطق تبعد عن مباني البعثات القنصلية، ولتوفير الجهد والعناء على المرضى وكبار السن والمتقاعدين. وشكرا جزيلا على استضافتكم، وشكرا جزيلا للأخ جليل وقناة العراقيون في ميشيغان. السيد القنصل العام، توجيه من السيد القنصل العام، توجيه من وزارة الخارجية أنه نطلع وفود خارجية إلى المكاتب في مدينة ديربورن وفي مدينة ستيرلينغ هايتس، خصوصا تكون في الشهر الواحد والثاني لتخفيف الزخم على المواطن، لأنه نعرف إحنا بداية السنة تجديد للوكالات وتجديد لشهادة حياة للمتقاعدين، فارتئينا مثل هالسنة مثل باقي السنين أنه نستمر على هالعادة، يعني شفناها أنه عادة يعني مفيدة للطرفين، مفيدة لنا كقنصلية، مفيدة للمواطنين والجالية لهنا. والله احنا نشكر القنصلية العراقية في ديترويت، جايتهم من هنا لديربون على مود الجالية العراقية على مود شهادة الحياة، ونشكرهم يعني جهود طيبة وما يقصرون. جايين من ولاية ثانية، فحقيقة يعني جهودهم مشكورة ويعني كل المحبة والاحترام لهم. والله معاملة كلش ممتازة، خدمة زينة، سريعين، بارك الله بجهودهم الطيبة، عم يساعدون الناس ودا يحضرون لنا كل شيء. قبل فترة يقولون جيبوا الحوالي المدنية، الشهادة الجنسية، الاستنساخ، مشكورين على كل جهودهم الطيبة. يعني التعامل محترم وسلس وماكو تعقيد والأمور بسيطة، والقنصل بنفسه هو يعني متعاون ويحكي الناس ويقول يعني ايش تحتاجون كذا.